وابتدينا ندرس ما حدث الأعوام السابقة في الحج. حلو جدا. لأن السعودية غيرت الفكر بتاعها بالنسبة لمنظومة الحج والعمرة بشكل عام. فبالتالي كل خدمة بقى ليها تمن، كل شيء بقى ليه مقابل. وبقينا ما بنتعاملش مع مؤسسة أو وزارة حج، بنتعامل مع شركات تجارية بتقوم بتأدية هذه الخدمة. يعني شركات خاصة في السعودية. تمام. طبعا اختاروهم من أهل الخبرة اللي هم المطوفين. الشركات ده تم تكوينها من قبل اللي هم المطوفين اللي بيشتغلوا في هذا المجال بقى لهم برضه سنين طويلة. فابتدينا الأول وضع الأسس بالنسبة لنا، وخاطبنا الجانب السعودي اللي هي ممثلة في وزارة الحج، اللي قلنا لهم ادونا تصاريح الشركات التي صرح لها بأداء الخدمات. كويس. فبعتوا لنا ال20 أو أكثر من 20 شركة. تم الرسو على 3 أحسنهم من 20 شركة. احنا اخترنا 3. خلاص استقريتوا على 3 شركات فقط. أنا من بقول لك 20 شوفي شركة حضرتك عشان تشوفي الإجراءات ومدى الدقة فيها. وتم استدعاء هذه الشركات إلى مصر ومناقشتهم قبل السعر في المواصفات والخدمات المؤداة للحجاج. ووصلنا في النهاية ان احنا اخترنا شركة لديها خبرة في التعامل مع الحجاج العرب بشكل عام والمصريين بشكل خاص. اوكي. وأخدنا منهم برضو أحسن سعر، يعني قارناهم بالشركات الأخرى اللي هم بيتعاملوا في جنسيات مختلفة زي جنوب شرق آسيا، ماليزيا والفلبين والحتت الأخرى دي. وأخدنا منهم أحسن سعر.